هالظلمه طيفتنا او هالدوله عم تاكل حقنا، والله ليحرقوا شواربكم واحد واحد بالطريق. انتم اليوم اللي عم تطبلوا وتزمروا لحلق الشوارع اللي عم يصير بسويدا نفسه رح يصير فيكم كسوريين، لانه انتم مو حاكمتكم دوله. الدوله اللي بتحترم حالها بتقول هدول العناصر كلهم اللي اجوا حلقوا الشوارب كلهم الى السجن، واليوم شباب سويدا عملوا رده طردوكم اليوم من سويدا. عندي فيديوهات عم تصلني من ساحه الكرانيه، عم تصلني من ساحه المحافظه، عم تصلني من المستشفى الحكوميه اللي بقلب طردوكم الجماعه. على اساس عملتوا تفاهمات مع بعض المشايخ بيعقل انه تفوتوا وتحافظوا على المؤسسات وتقدموا الخدمات، بس انتم فتوا حلقتوا الشوارع، فتوا صرتوا تشولوا، صرتوا تقتلوا من منطلقات طائفيه، دولة ما بتتصرف بهي الطريقه، اليس كذلك يا سياده الرئيس؟ برحب فيكم مشاهدينا الكرام، وارجو منكم مشاركه الفيديو على اوسع نطاق، والحاضر يعلم الغايب انه انا طالع مباشر بهذا الوقت، بالعاده بطلع بالليل. برحب فيكم 7000 مشاهد على منصه الفيسبوك اونلاين، كل التقدير لكم، لايك للفيديو ومشاركه الفيديو على اوسع نطاق. وبرحب فيكم كمان 7000 مشاهد على منصه التيك السمراء 14000 مشاهد، وبرحب فيكم 4000 مشاهد على منصه اليوتيوب، لانه لسه ما لهم خبر باليوتيوب بيعرفوني بطلع بالليل. رجاء دعم المنصات ولايك للفيديو ومشاركه الفيديو، نحن ما ضد دوله، نحن ما ضد اقامه دوله، ما ضد اقامه استقرار، ما ضد دوله القانون، نحن ضد الارهاب، ضد التطرف، ضد العنف، ضد الاقصاء، ضد انه يجي رجل يمسك الدوله كلها بايده ويساوي يحاول انا الدوله والدوله انا. نحن ضد كل ذلك. طلع على لساننا شعر احنا عم نقول له يا سياده الرئيس احمد الشرع المؤقت، اعمل مؤتمر وطني، اجمع الدرزي مع الكردي مع العلوي مع المسلم مع المسيحي وابني دوله. انت مشغول مالك فاضي، دوبك تطبطب لاسرائيل وتطبطب لامريكا وتطبطب للسعوديه وتطبطب للامارات وتطبطب لتركيا وتاخذ دعم دولي، شو بدهم العالم؟ كان الاسد البغل مسكر سوريا على المحور الغربي، انت جيت فتحتها، يعني شو عملت؟ بيقول لك انه في له انجازات بالخارج، هلا اجيب واحد بويجي قرباطي بياع رنيز درا قال له تعال استلم الدوله عندنا بسوريا، اول شغله بيقول لك بدي اعمل سلام مع اسرائيل، بدي انفتح على امريكا وانفتح على العالم وتعالوا استثمروا قد ما بدكم، كل العالم بتحطوا على راسه، لو كان جاي من وراء البقر، مو انجاز عظيم يعني اللي عم تعملوه بالخارج، وانا حقي كاعلامي انتم خدكم. انا ما عم حرض عليكم حدا يحمل سلاح عليكم او تتقاتلوا مع بعضكم، انتم اللي عم تحرضوا، مراسليكم وناشطيكم اللي عم يحرضوا وعم يسموا حالكم دوله. انا اخجل انه ارفع بندقيه بوش اخوي السوري، سواء اختلفت معه سياسيا او دينيا او مذهبيا، عيب اللي عم تعملوه، عيب اللي عم تعملوه بسويدا، هذا شيء بيندى له الجبين، هذا شيء معيب، حيكون له تبعات خطيره. كل اللي عم يضحكوا عليكم ويسمنوكم اليوم من دول الاقليم دول العالم، بكره حيتخلوا عنكم بس تخلص مهمتكم. قلت لكم مليون مره قوتكم باتحاد مع شعبكم، مو اسرائيل بتعطيك القوه، لك اسرائيل وعدتك كانت لغض النظر على اساس تفوت على سويدا، لك كيف على سويدا لكم عم يقصفوا عناصرك وعم يدمروا سيارات الامن العام، هدول شباب الامن العام اللي عم يموتوا دمهم برقبه مين؟ دمهم برقبه اللي اعطاهم الاوامر ووهمهم انه جايين انتم تحرروا وجايين تسيطروا وانتم دوله، هدول دمهم برقبه مين الاولاد اللي ماتوا؟ هدول مو اولادنا جماعه الامن العام وشبابنا كمان؟ اعطيتوهم اوامر روحوا فوتوا على سويدا على اساس فهمتوهم زرعتوا براسهم نحن دوله وتخليتوا عنهم، سحبتوا السلاح الثقيل، نطلع الطيران الاسرائيلي اليوم صاخ طيخ طاخ طيخ طاخ طيخ، شباب جسس بالارض، طب هدول كمان مو اولادنا؟ مثل مو ابناء سويدا اولادنا اللي فتوا قتلتوهم من منطلقات طائفيه؟ هيك الدوله بتتصرف ولا لازم دوله تتصرف بحكمه، تتصرف بعقلانيه؟ يا اخي روح لعند الشيخ الهجري، عود معه، ادعي لي عندك على دمشق، شو بدكم؟ بدنا دوله مدنيه خيي، بدنا دوله ديمقراطيه، تعالوا نشتغل نعمل مؤتمر وطني وساوي دوله وطنيه ديمقراطيه. انتم بدكم دوله اهل السنه، واهل السنه والله مو طايقينكم، انا كسني بالنسبه لي ما بتفق مع عقلكم السياسي، 80 90% من السوريين مسلمين سنه اشاعره صوفيين ما بيمشوا مع هذا العقل السلفي المتشدد يا اخوان. والناشطين والمتثقفين ساكتين، ما عم يحكوا، خايفين من لسانكم الطويل ومن صرمية الرئيس على راسك وخراس ومدري شو، لك سوريا كلها ما بدي اياها اذا بدها تنحكم بالارهاب وبالتطرف. شو هالعار هذا اللي عم يصيبنا يا جماعه؟ فرحنا بسقوط النظام، طار عقلنا، طبلنا لكم وسفقنا لكم وزمرنا لكم، لسه ما وصلتوا لدمشق تحركوا الجعاريه والذئاب اللي حواليكم، من ايام انك تسورجي صرمية الرئيس على راسك، خراسه حلقك بني اميه، جايكم بحلق الشوارب، كبرت روسكم ما بقى تحملتوا. كل واحد راسه صار قد الطبل، ما عاد حملوا راسهم، فكر حاله فعلا محرر ومنتصر. حتى الاوروبيين دول العالم اللي عم يتواصلوا معكم بدهم يخلصوا من ملف اللاجئين، بدهم يخلصوا من كارثه سوريا محبا فيكم. ومليون مره قلت لك يا سيد احمد الشرع، يا حكومه دمشق، قوتكم بالاتحاد مع شعبكم. انتم من لون واحد، بس جيبوا لي قبائل، مع احترامي للبدو، ميليشيات بدويه على ميليشيات ديريه على ميليشيات الشرقيه على ميليشيات الحمزات على ميليشيات مدري شو، طابعين ان اجتمعوا الاخوان المسلمين والسلفيه الجهاديه وبدكم تعملوا حالكم دوله وعم تشحنوا على اهلنا بسويدا. كنا لما لكم حاجه تشحنوا على المدنيين بالساحل سويتوني فلول، انه هدول من النظام، وكمان هدول تسوون فلول، والكرد كمان فلول، وسكان دمشق فلول. تخنت كثير القصه اللي عملتوها، بكره بتفقع براس الناس. طب هلا اهل سويدا اذا طلعوا لنفرض سيطرتوا على سويدا وطلعوا اهل سويدا عملوا حصيان مدني، شو حتعملوا معهم؟
انتوا اللي عم تتطوطوا تبع حلق الشوارب وحلق المدري شو. اهل السويداء جائرين وراسهم يابس، انا بعرفهم وعنيدين على الحق. وانا متضامن مع المدنيين، انا ضد القتال بين السوريين ومع حق الدفاع عن النفس. انتوا ما عم تتصرفوا معهم كدوله. حتى انت يا احمد الشرع لما اجتمعنا نشر لك اياها امبارح صالح الحموي اللي اسمه قصه الصراع بالشام. قال لك اتفقتوا انتوا واسرائيل ووعدتوا باذربيجان وصاروا الى اخره، وميليشياتك وعناصرك ما ردوا عليك، عم يتصرفوا. هي النتيجه، ماتوا الشباب الامن العام، هدول دمهم برقبه مين؟ واسرائيل عم تلعب فيكم مثل الكراكوز، شوي بتقول لكم رح نعطيكم وشوي رح نسمح لكم تسيطروا، وشوي ما بسمح لكم تسيطروا عم يضحكوا عليكم، عم يسجلوكم مثل ما سجلوا صدام حسين. يفوت على الكويت غضوا النظر عنه، فات على الكويت دمروا السوق العراقي وخربوا سوق العراق كلها. انت لازم تراهن على شعبك، مو تراهن على دعم خارجي واقليمي. انا مستعد بيومين حل لك اياها مشكله السويداء. انا الاعلامي سمير بديني اللي فشل فيصل القاسم وماهر شرف الدين اللي كانوا يطبلوا، بتتذكر يا ماهر شرف الدين لما كنت تطلع تتهجم علي وتقول لي بدناش نخسر محيطنا السني مشان تاخذ لايكات من الاخوانجيه وتاخذ لايكات من المتطرفين المتشددين على راسك بتدافع عن السني. ليش انا مو سني؟ السني لازم يكون عاقل، لازم يكون وعاء يستوعب الجميع، مو يحرر طائفيا. وفيصل القاسم انت لسه رجل لقدام ورجل لورا، رجل لقدام رجل لورا، ما تطلع تحكي هدول مو اولاد عمك ولا دمك ولحمك، هدول